انت عرفتي مكاني هنا ازاي؟ وحشني اشوفك وانت بترسم يا طاقي عرفتي مكاني ازاي يا نبيلة؟ في ايه يا ادم؟ مش حاجه صعبه يعني، وانت عارف ان انا لو عايز اعرف حاجه هعرفها. من فضلك يا نبيلة امشي دلوقتي حالا من سكات، علشان ده مكان اكل عيش الجديد وانا ما عنديش استعداد اخسره عشان خاطرك. اخس عليك يا ادم. بقى ده شكل واحده برضو جايه تعمل مشاكل؟ انا جاي اتكلم معاك تتكلمي معايا في ايه؟ ان احنا نرجع يا ادم، نرجع لبعض. وهو ده موضوع تكلميني فيه دلوقتي وهنا؟ هو احنا مش كنا قفلنا الموضوع ده يا نبيلة ولا ايه؟ وماله، ما نفتحه تاني وتالت ورابع لحد ما نتفاهم ونرجع نتجوز ونستقر مع بنتنا ونعمر بيتنا يا ادم من غير مشاكل بقى وقضايا ومحاكم. انت ما تعبتش؟ والشقة والشبكة والعفش والمهر. مش عايزاه يا ادم، انا عايزه اعيش معاك. المهم عندي دلوقتي ان انت وقفت على رجلك ومسكت شغل واستقريت. يلا بقى نرجع نعيش في شقتك مع بنتنا. شقتي دلوقتي بقت شقتي. طبعا. ثانية واحدة، انت مالك رجعالي وجايبة 10 خطوات لورا ليه؟ في ايه؟ عشان خاطر بنتنا يا ادم، بنتنا. دلوقتي بقى في بينا بنت انت افتكرتيها. اسمعي اللي هقولك عليه كويس قوي يا نبيلة. انا ما عنديش استعداد افتح بيت ولسه ما استقرتش، وده مش معناه ابدا انك تحرميني من بنتي. نور انا هتكفل بكل مصاريفها واي حاجة تخصها بتاعتي، ومش معنى ان انا ما عملتش اللي على مزاجك تأذيني انا وبنتي، صح؟ طب وما دام انت مش مستعد انك تفتح بيت، ليه جيت فتحت معايا الموضوع وعشمتني؟ علشان كانت لحظة ضعف وكنت خايف على بنتي، وقلت لك 100 مرة نروح للدكتور وانت كنت بتتهربي مني. بنتك كويسه وزي الفل، انا رحت طمنت عليها ما فيهاش حاجه. زي الفل، بدليل نتيجة التحاليل اللي معايا. نقص في فيتامين بي ودي، نقص في الكالسيوم، نقص في الغدة الدرقية، التهاب في المعدة. كل دي أمراض جات لبنت عندها 7 سنين. قسما بالله يا نبيلة لو حصل حاجة لنور أنا همحيكي من على وش الدنيا. أنت فاهمة؟ أنا هشوف نور وقت ما أنا عايز، وهتيجي تقعد معايا أنا وأمي وأختي كل خميس، وهنجيبها لك الجمعة من غير قضايا ولا محاكم. عاجبك على كده؟ عاجبك؟ مش عاجبك؟ الحيطة اهي، انت عارفة ممكن تعملي ايه. ده اخر كلام عندك يا ادهم؟ اوبا 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 اوبا. رضا، انت جيت هنا ازاي؟ لسه ما توقش زمالك. ايه يا عم، انت خايف تتص عين ولا ايه؟ لا عين ايه، مش للدرجة دي. امال ايه طيب؟ كان ومتبخر بقالك حبه. اه ده حقيقي، انا اصل الشغل عندي كتر شوية اليومين دول، والبال كمان مش رايق انت فاهم، فقلت اهدى مع نفسي شوية. طب احكي، انا سامع اللي في صدرك كوب. نبيلة مالها؟ لسه ماشية من شوية قبل ما تيجي، وكانت بتقول لي نرجع. انا معرفش يا اخويا البني ادمة دي اتغيرت كده ازاي مرة واحدة، وانا بكلمها كنت حاسس اني بكلم واحدة تانية. اعمل ايه يا صاحبي؟ لا مؤاخذة يا صاحبي، من ابو اخر سكتك غير سكتها خالص. وبعدين مفيش حد بيتغير لاجل حد، هي هتفضل هي، انت بس اللي مش مترجم، مش عارف تنقل معاها. امسك.
الف سلامه. انت شايف كده؟ هو مفيش غير كده، مفيش حد في الدنيا هيقول لك البقين دول بصراحه غيري. انت ادرى الصراحه.